في عدة أمور سلبية هي على الزبون بتساهم بزيادة المبيعات، منها مثل ما ذكرت الحكاية، لأنه هي بالنهاية الحكاية حكاية يعني شغلة عاطفية يمكن ما بتكون على قيمة المنتج أو أهميته عندي. وأيضا الغلاء الأسعار، اليوم نشوف نحن لما بنشتري سلعة غالية أيضا يعني بيكون عنا ثقة فيها أكثر، حتى لو يمكن لو شفناها بمكان تاني بنقول لا هي مقلدة لأنه مو سعرها غالي. هلأ صدقيني وبأمانة ايه. إنه شوي المستهلك صار واعي أكثر اليوم. السبب هو السوشيال ميديا بالنتيجة. نحن كلنا اليوم صار متأثرين بالسوشيال ميديا. أنت اليوم قبل ما تشتري منتج حتروحي تشوفي تقييمه الريتنج تبعه على الويب سايت اللي عم تشتري منه. فإذا شفتي كل الناس عم تقول إنه إيه أنا جربت هذا المنتج وفعلا كان مثل توقعاتي، في ناس بتقول لك لا والله كان أكثر من توقعاتي وبرافو، فأنت هون حتتحمسي وتشتري من هالمنتج وتاخذي القرار. فهذا سبب كبير، هي موضوع السوشيال ميديا مثل ما حكينا صار هو عم يأثر بالقرارات عند الناس.